معايا كتاب، الاسم، الشخص. أنا جاتني عقد. طبعا الحين وصلت المكتبة وإحنا كنا المعاصر فترات أشرد من واقعي يطلع قدامي. تخيلوا تخيلوا إحنا كنا متفقين إنه نتقابل عند الكراسي هذه الموجودة هنا، فأنا أول ما دخلت لقيت الكتب سحبت عليها، ما أدري صراحة وين ألقاها الحين. الله، شوفوا هذا دايما أشوف الناس تمدحه. طبعا هنا جايب معايا قهوتي، فأيوه هذا، بس ولا مرة تحمست أقرأه مع أنه مرة جذاب، بس ما أدري ليش. الكتابين هم كتابين أتوقع أنهم جزئين، 61 صارهم مرة حلوة. وهذا بعد مرة نفسي أقرأه، تخيلوا طلع كبير مرة ما توقعت. شوف 79 حلو. وأنا ماشية شدني هذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الحلم يا رب، دعواتكم. انهار بنات، أحس نفسي ضايعة. أول مرة أجي كتاب واضح إنه مخي وين. أول مرة أجي محل كذا لحالي. وهذا بعد شفت تلخيص الكتاب هذا عند شو اسمه هذا، عند قناة دوبامين كافين، مرة تلخيصات تجنن، فشفت تلخيص الكتاب. وهنا بعد كتاب الطفلة إيمان، شفت الجزء الأول تلخيصه في قناة هوجاس برضو، سمعته صوتي. وهذا الجزء الثاني صراحة مرة متحمسة إني أقرأه. وهنا عندي برضو كتاب الهاربة سارة. المهم فتونا طلعنا مكتبة جرير. هاي على طول. فالحين جينا الحجاز، بنخلص القهوة بعدها بنرجع جرير عشان ما دخلونا. الفرق شوفي الصفحات يا شوي والله قدرني واشترك فيها بس حسيت يوه. هذه اللي جاية عشانها. هذا ما قرأته، قرأت جمانة، وقرأت المرحلة الملكية، الأب الغني والأب الفقير، الرجال من هذا شوفي جساسة تحت موجود. جساسة أنا بس هدفي أتقلب الكتب ولا أقرأ. أفتح أول صفحة شوف الخريطة موجود. أيوه هذه الخريطة. كيف هنا الجساسة، هنا مزار الشهب. سترك يا رب، شكل الناس هناك الحرقوا. لا هذه الغابة اللي تقاتلوا فيها آخر شيء. هاتي حرقي. امشي افتحي آخر صفحة. آخر صفحة هذه. لا حلو الحصان. آخر صفحة هنا. أنا وقفت عند سرابي هنا وانجلطت. ليش وقف؟ تعرف كيف اللي كنت مندمجة؟ آخر شيء وصلت هنا. أيوة. أول مرة في حياتي أشوفه بس شكله حلو. هذا الكتاب المرحلة الملكية، هذا أفضل كتاب ممكن تقرأوه، يجاوب على كل أسئلتكم فعليا. في له مواضيع مرة هي لحظات تستمتع بها. إيش هي اللحظات اللي أنا أستمتع فيها؟ يسافرون لأجمل مدن لكن لا يستمتعون، يرتادون فنادق فارهة ومع ذلك نصيبهم من الفرحة قليل. هذا الكتاب حسيت كذا اسمه حلو. ايش هو؟ حس اسمه حلو لأني عبدك. ايوه ترى هو دائما يتكلم كذا عن العبادة وعن الله وزي كذا. ان شاء الله يعني هذه اسمها جولة استكشافية. صح. المرة الجاية نشتري. صح. بس اليوم نستكشف. واهم شيء نسرق قصمان نشوف الاسعار. من الناس، انتم من الاشخاص لو سمعتوا يعني احد يتكلم بايجابية اكثر من اللازم يجيكم اكتئاب. يعني بدل ما تنبسطوا او مثلا تتحفزوا للحياة تحسوا لا. شوفي هو صراحة كثرة الإيجابية تجيب الاكتئاب. أنا ما أشوف فيديوهات إيجابية يعني يمكن يجيني اكتئاب أكبر. أشوفها لما أكون إيجابية، لكن لما أشوفها وأنا زعلانة أكتئب أكثر. لو في أحد زي حالتي يقول لي. من حرك قطعة الجبن الخاصة بي؟ هذا شفته ترى بس ما جاني فضول اني انا اقرا وحسيت اسمه كذا ما ادري كيف. اكيد منهج اداري انا ما دخل. صح اصدق بالفارق. هنا نروح مجمعين الحين
إيش يسمونهم؟ ايوه اسمعي، ادور على كتاب كتاب إيش؟ اسمه ثلاثية غرناطة. ايوه الله عليك نور. وينه؟ ما عليك الحين ورانا. الحين طبعا هنا عندنا حصيلة، الحين حنجلس نتفحصها واحدة واحدة ونشوف. انا مرة محتارة، كتب كثيرة. هذه ليش ما تفرق؟ ايوه افراح الدعدي. هذه مرة كيوت البنت يعني. بشوف كمان كتابة كتابها الثاني جديد، ما ادري موجود في جرير ولا لا. عندها كتاب ثاني كمان ما شاء الله، الرجل كله كتاب. بخصوص انه هالكتاب لفتني، ذراع ثقيل، رانيا حسين. اهم شيء انه نبدا. ايوه بسم الله. اعتقد تقصد الثقل يعني، فاهمه كيف؟ ثقل حتى سعره مره حلو. اي والله صح. اذا عن كل حاجه هذا افضل شاعر عندي، شريان الديحاني. هذا شاعر كويتي. ما شاء الله. تعرفين الشاعر مو خالد عبد الرحمن، تعرفين الشعراء هذولاك اللي يتكلمون، هذا واحد منهم. مرة تعجبني كتاب الصغيرون يا ناس. مرة أحب هذا الشيء. خلنا ندور للمخ. افتحي فشلتنا افتحي. والله أعرف بس ما تفهم تقرين شعر. شفت الجمال اللي أشوفه بوجهك، نصف الجمال اللي يشوفونه الناس. الله ما اقدر. الله شوفي شفرة دافنشي برضه يقولوا إنه مرة حلو. خليني أدرب شوي. مكتبة منتصف الليل. يلا تدربي. ما فهمت. قبل ما تتدرب بروح أشوف هذا الكتاب، سمعتهم يتكلموا عنه بس الغلاف صراحة ما جذبني. شوفي النبذة ما بدي أجرحك لو جرحي تشوفه صغير، بعض المشاعر أخاف تمر بإحساسك. عاشت. صح لسانك. والله مو لساني، صح صوتي. جيت عند كاتب المفضل، هي مدري كاتبة، هو كاتب قيوم ميسو. تخيلوا وين الكتاب اللي أنا قرأته؟ قرأت بعد 7 سنوات، ما هو موجود. تخيلوا أول ما قرأته جيت جري أدور كتبه. الحين إن شاء الله بشتري شقة في باريس، أحس مرة حلوة مرة. وسنترال بارك وعائد لي أبحث عنك. الكتب تجيب العافية من جد. وفتاة من وراء. أيوة أنني أحبك. أستحي. هل ستكون هنا؟ إن شاء الله. مرة أحب الكاتبة هذه فعليا. اللي متصدرين قلبي أحمد آل حمدان، قيوم ميسو. قيوم ميسو من أي بلد؟ قيوم ميسو أتوقع أنها فرنسية. أوه صح كذا أحس. باخذ سنترال بارك. عشان أحل شوزي. فتاة من ورق. من كثر البنات، من كثر ما إني حبيت قعدت في الأرض عشان أكلمكم عن هذه الكتب اللي مرة تجنن. فعليا اللي بقي أحد ما قرأ عن قيوم ميسو، أول كتاب قدامكم بيعجبكم. روايتها تعرفي سردها زي اللي أنت تحبينه، اللي فلان بعدين كذا وكذا وكذا بعدين يقول. كل كتبها حلوة إن شاء الله. عندنا كتب أغاثا بس صراحة أنا مرة ما أحب أقرأ لها، كتبها معقدة كيف تعرفي، يحتاج لها تفكيك. قرأت لها لغز الكاريبي. وين لغز الكاريبي؟ هنا لا، لغز استفاف الفرد. لا تخلي عندك الأسامي لو سمحت. بحد عن الأسامي والله مرة ما أدري ليش، بس كتبها حلوة. في لها كتاب حلو عن قطار وجريمة في قطار مرة يونس. أتوقع اسمه قطار الشرق، شيء زي كذا. اي شوفي هنا جريمة لا أو انتقام. القتل السهل يا ستر. اسمه اسمه دوستويفسكي. لا ما ينفع اسمه دوستويفسكي. دوستويفسكي. بالله ليش اسمه كذا؟ فيودور أنا جاتني عقدة. حتى غيروا، هنا كاتب دوستويفسكي وهنا دوستويفسكي. هو اسمه دوستويفسكي، هنا كتبوه غلط. الله يسامحك. واضح الاسم عقد الجميع. الحين نحن هنا جالسين وبعدين نتفحص الكتب اللي أخذناها اللي عجبتنا. طبعا أنا عجبتني هذه الهالبة سارة، وعندي هذه جمانة، هذه عشق صراحة ما بقرأها الحين عشان ما أحرقها على نفسي. وعندي هنا هذه الغلاف مرة شدني. وعندي هنا هذه القمر الأحمر، هذه سلسلة مكونة من 3 كتب، فأخذت الكتاب الأول بقرأه. وهنا إشراق ما شاء الله عليها. ورينا مجموعتك.
مجموعتي متواضعة وجميلة جدا. طبعا هذه كانت مرة على السولف، بتكلم معاها في التيك توك. شفت كتابها اليوم. هذه برضو رواية لنتوس سمعت عنها. هذا جذبني الاسم، كنت يعني الحياة جميلة عندما نحب. ترى صدق هذا مسوينه عند دار ملهمون صح؟ طبعا من جد احنا شوفوا يعني انا عندي هنا كاتبة وانا ان شاء الله كاتبة مستقبلية. الحين بقول لكم عن كتابها كل تفاصيل، فدائما نركز على دور النشر وهذا الكتاب وين انتشر وكم صفحة والاسعار وزي كذا، فدائما تشوفونا مهتمين بهذه الامور. ودائما اشوف الكتاب متعوب عليه الغلاف مدري ايش. ايوه بالضبط نفس ما تشوفون في الفلوج. هذه برضه سمعت عنها البنوتة. جذبني كذا يعني، جذبتني شخصيتها عشان دائما تروج عن كتابها وكذا، فشفت كتاب وقلت بقرأ شوية كذا. طبعا هذه برضه الأسود. ايوه هذه برضه لاحظت انه اغلبها من دار نشر انا فيلم. صح ريادة يعني تمربط. استغفر الله. من الأسود تصدقي إنه أول ما بديت أكتب كتابي هذه الكاتبة هي اللي عرفت من عندها دار ريادة. إيه حتى أنا ترى. بس أختي كانت يعني نشرت كتاب وأنا شفت بيان يعني هي برضو ناشرة، فتحمست معها ونشرت. فشفت وفي برضو واحدة كتابها أتوقع إنه ما نزل في جرير. مين هي؟ واحد هيا نوقظ الشمس. حلو الغلاف حقته. هي نوقظ الشمس هذا تريدو قصة مرة حلوة. وفي منها شجرة البرتقال برضو مرة أشوفها في التيك توك كثيرة. قرأتي؟ لا الغلاف ما عجبني، بس لما شفت السطور عجبتني، شكلي باخذه والله. انت مانك فاتحة صح؟ ايه إلا فاتحة. أما من جدك؟ من جدي والله. سكت فجأة. كنت أتكلم عن نفس الكتب إنه ليش أنا أقرأ مثلا من وراء هنا، يعني لو قرأت من وراء إذا جذبتني مرة النبذة إيه أعطي الكاتب فرصة، يعني حتى لو شفت أول سطر ما جذبني يمكن بدايته كذا، بس يقولك دائما العبرة في النهاية صح؟ كمل. أنا على عكسك، أنا مثلا لو جيت فتحت الكتاب أول سطر في الرواية عجبني ناسبني حكمل الرواية أو حكمل القراءة. أما إذا ما عجبني هو سطر ما راح أتعب نفسي أقرأ السطر اللي بعده. شوفي ليش أتكلم زي كذا، لأني أنا واحدة بدايتي دائما ما تكون مرة، بدايتي تكون ها، بعدين الأحداث اللي تيجي في النص وفي النهاية هي اللي أحس بقول للناس أقرأ من النص استنوا لحد يحكم علي. يعني شوفي حتى مثل ما أقدر أقول لك أنا أول 10 فصول من كتاب جدا كئيبة جدا حزينة جدا مؤلمة تنقهري فيها قهر، بس بعدين حياتي تتحسن يعني عندي لحظات هدوء، بعدين كذا لحظة حماس، بعدين فصل هدوء، بعدين فصل حماس. فما كيف يعني إيش قاعد تحرق علي كتابك الحين؟ أنا ما أحرق عليك، خليني أعطيك إياه أساسا. أصبر ناخذه هنا ولا اللم العفش ذا اللي قدامنا ولا إيش؟ والله ما بعرفش. بالله تقدرون شوفوا هديتني أحلى شيء في الحياة كتاب، الاسم، الشخص. ما أدري إيش أبغى أقول، بس صراحة اللي عنده صديقة كاتبة محظوظ مرة محظوظ. تعرف إذا خلصت الرواية في جزء ثاني بروح أصيدها إيش بعده. حاول تكوني رفيقة يعني رقيقة. لانية الأم بالتراجع. طيب حطيت لك هنا فاصل كتاب بسيط كده. قال أحمد شوقي: الطير يطير بجناحيه والمرء يطير بهمته. الله عليك. اليوم بسهر عليه ترى والله. اسهري افتحي الكتاب كأنه يعني جنكني. طيب استني قبل ما نفتحه كلميني شوي عن كتابك هذا ومن وين يقدروا يشتروه وكم سعره وهذه الأشياء. حفظتك شوية بس. طيب ابشري. كتابي كتاب عن عصور القدماء، العصور النبيلة. كتاب يحتوي مشاعر غريبة عننا، مو متوافر كثير يعني فكرته وعصره. يتكلم عن بطلة انقتل ولدها بطريقة جدا سيئة، وترجع بالزمن قبل 3 سنوات تحاول تنقذ ولدها، لكن تكتشف ان الموضوع جدا خطير وجدا فيه له مشاكل وجدا الله. ممكن يعني ما تنجح فيه. فهل حتقدر تتجاوز الصعوبات وتنجح تنقذ ولدها وتنقذ عالمها وأشيائها، أو إنها بتكون نهايتها أسوأ وبتنتهي بطريقة جدا سيئة هي وعائلتها وولدها طبعا.
فالقصة فيها مشاعر عائلية، مشاعر أسرية، مشاعر كذا، فيها شوية عاطفة، شخصية مليانة، ما أقدر أقول حاجة واحدة يعني. فيها شوية كوميديا، شوية حزن، شوية تبكي، شوية تضحك، عادي يعني. يعني أنا دائما أقول الرواية حياة، فما لا تحدد بصنف واحد. الكتاب موجود في دار ريادة وأمازون، إن شاء الله يعجبكم. وطبعا أعطوني آراءكم، يعني لو لقيتوني أعطوني آراءكم، أنا جدا أقدركم. كلمات منمقة مختارة بعناية. والله ولا كلمات منمقة ولا حاجة، قاعدة بدي حاجة. طب خليني أمدح، اصبري. طيب، لا نية لأم بالتراجع، وين ممكن يلقون هذا الكتاب؟ في دار ريادة أو في أمازون. هل هو متوفر في جرير؟ للأسف لا. إلكتروني؟ إلكتروني لا، لكن يعني موجود متوفر إلكتروني. إيه في موقع. أيوة. ويصل لك كتاب ورقي يعني. أيوة، كم سعره؟ 34.5. يعني والله ما تلقوا كتاب بهذا الجمال وبهذا العمق بهذا السعر. بحط لكم رابط الشراء تحت في الديسكريبشن بوكس، ادخلوا كلكم واطلبوا. اي شخص يطلب يجيني في الانستغرام يقول لي انا طلبت رواية اشراق. لازم نخلي كاتبتنا، لازم نفتخر فيها. والله انكم حبايبي. القلب معكوس. خلاص احبكم. هدي. المهم كل شيء عن الكتاب راح تلقوه تحت في الديسكريبشن بوكس. يس. قيع الكاتبة. طب اعذروني على الخط، ها لا حد يتكلم عن خطي. كاتبة مبتدئة، أول كتاب نعذرك. أول كتاب وأحلى كتاب من جد. أجمل HR في الدنيا. الله. ترى ما راح أصير لكم HR يهودية، لو سمحتوا لا حد يكرهني من دحين. لا HR مسلمة. أيوة بالضبط. تروح الحرم تصلي، صح. تعبد الله، وما راح أعذبكم بالرواتب صدقوني. كريمة أنا حتى بغيت تشتغل في شركتها إن شاء الله. تعجبيني. شاهد أدكشن. شوفوا. طيب ممكن ترجعوا تربطيه مرة ثانية بنفس الربطة؟ طيب هتقرأي؟ مو دحين، هذا يبغاله جلسة، يبغاله قهوة، يبغاله شموع، فاهمة؟ أحس ودي أقول للناس تعالوا اشتروا كتاب صاحبتي. صورت فيديو وأنا كيف أغلف لك الكتاب. أرسلي لي إياه، لازم أحطه في الفلوج. بحطه في الهزم في التيك توك حسابي. الله. ليه دائما تطير معايا؟ ليه ما تزبط؟ اوكي خلاص. كأني ما فتحته، كأنها ما وقعت. البطلة دوقة. تقرأي عنهم، يعني لازم تقرأي عنهم أشياء. فأنا مشهور النبلاء فقرأت عنهم كتب، مثلا حياة الأرستقراطيين، كيف كانوا عايشين، كيف كانوا ياكلوا أكلهم، شربهم، مشيهم، حركتهم. حتى إني أقرأ أحيانا عن أشياء مثلا خارج الموضوع، مثلا هل كان في مثليات أيام زمان؟ أيام زمان هي أيام كيف كان في تقريبا هم. أنا ماخذة بس عن مشهور النبلاء، لكن أنا العالم حقتهم مو موجود حقيقة. أنا يعني ما أحب الواقع، فجابتهم كذا عالم ثاني، خريطة عالم ثاني، مكان ثاني يعني، بس إني مقتبسة من النبلاء. بس يعني هذا الموضوع. حبيت والله. فأول خطوة للكاتب عشان يكتب كتاب أو حسن الروائي عشان يكتب يختار زمن، يختار أشخاص. أنا بكتب عن المسلمين، طب أي من المسلمين مثلا حكتب عنهم في مثلا العصور العباسية أو عصور الأندلس، وقت الأندلس حتبدأ تبحث عن حق الأندلس، تقرأ الأندلس وتتفرج روايات وتقرأ روايات كلها عن الأندلس، فاهمة كيف؟ تندمجي معاهم عشان تكتبي كيف كانوا عايشين، أهم شيء حتى أبسط التفاصيل، وكمان أهم حاجة عشان تكتبي كيف اللغة، كيف هم يتكلموا، كيف حواراتهم. بس هي حواراتهم زي حواراتنا الحين، أكيد عندهم أسلوب اتيكيت معين في الكلام وفي المشي، بس يعني هذا هو أهم شيء. مش إيش دخل هذا. تخيل قفل علينا أنوار جرير، شكلهم خلاص بيقفلون وإحنا مرة قعدنا هنا وانبسطنا. خلصنا جولتنا في جرير، أتمنى استمتعتوا معنا، أخذتوا من فوائد الكاتبة إن شاء الله يعني. هبد يا جماعة. لا اسمعوا منها، تراها كاتبة ممتازة. أتقول لكم إنها تكتب من قبل ما تتعلم الكتابة. الله شوف المقات هنا، لازم أخذ لفة. أقول لك حيطردونا. ما تحملت، شفت الأكواب هنا وهنا المق، الله لونه مرة يجنن. خلاص يلا مع السلامة، نلقاكم إن شاء الله في فيديو جديد. أول ما أخلص من كتاب إشراق إن شاء الله راح أسوي لكم عليه مراجعة،
هذه سلسلة صراحة مرة حابة أسويها في القناة، أسوي لكم مراجعة عن الكتب اللي قرأتها. فايس لا تنسون إيش؟ لايك وشير شير وسبسكرايب. في أمان الله. أمان الله. قسم بالله قمة الرعب لما تكوني واقفة كذا لحالك في الشارع. تخيلوا دق علي يقول لي إنه أنا برا، تخيلوا طلعت ما لقيت أحد، وأنا صراحة أكثر واحدة خوافة في الحياة، فما أدري إيش بسوي دحين.